واخيرا بنشوف مسلسل رعب مختلف عن اي حاجه تانية. فنهايه الحلقه الاولى من مسلسل ويلكم تو ديري عن سلسله وقصص وافلام المهرج بيني وايز من ستيفن كينج فاجئتني وصدمتني، وانا مش واحد سهل انه يتصدم في افلام او مسلسلات. بس بجد نهايه الحلقه الاولى كانت غير متوقعه بالنسبه لي. لو ما اتفرجتش عليها لازم اشوفها الاول بعدين ارجع شوف الفيديو، عشان انا واحد بيحرق كل حاجه حصلت من اول المقدمه. وزي ما كنت بقول النهايه مفاجاه، حاجه مش بنشوفها بتحصل بالشكل ده في افلام او مسلسلات بالذات اللي فيها اطفال. ده غير المسلسل بشكل ما بيبني او بيتوغل في عالم اكبر لقصص ستيفن كينج، عشان الراجل اللي قدامنا ده اللي مش بيتكلم خالص طوال الحلقه بيمثل شخصيه مهمه جدا في قصه او فيلم ذا شاينينج، واللي هو فيلم انا بحبه جدا واللي مش شافه لسه انصحه يتفرج عليه. كمان شفنا في الحلقه تلميحات عن عالم دي سي وجيمس جان، لان المخرج هو اندي موشاتي اللي كان اخرج فيلم فلاش، وفي كلام ان هو اللي يخرج فيلم باتمان الجديد. فعامه الحلقه مليانه استر ايج وحاجات من كده كتير. واهلا بكم في ديري وشيف افلام. وفيديو النهارده هشرح واتكلم عن كل حاجه خاصه بمسلسل الرعب ويلكم تو ديري او اهلا بكم في ديري. بس الاول اتمنى انكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشترك، علشان دعمكم بيفرق معايا. ويلا بينا. في الاول كده لاحظت ان ناس كتير بتشبه مسلسل وجو العيال وركوب العجل، وفي حد منهم بيختفي والباقي يحاول يحقق ويدور عليه، انه شبه او تقليد كده لمسلسل انا بحبه ومستني الجزء الاخير بتاعه سترينجر ثينجز، وانهم بيقلدوه في نفس الاجواء والفايب. ويمكن نظريا في تشابه فعلا، بس عمليا ده مش صح قوي. قصص زي كلها قديمه منها عائله ستيفن كينج، ومسلسل سترينجر ثينجز بيعتبر هو اللي واخد الفايب بتاع اسلوب ستيفن كينج وظبط بيها مسلسله. وعامة نهاية الحلقة الأولى من المسلسل أعتقد مقصود عشان كده، عشان الناس اللي هتعمل مقارنات. فاحنا شفنا العيال بتموت في آخر الحلقة، من ضمنهم بنت صغيرة جدا، وكله بشكل دموي. فالنهاية مرعبة صادمة الصراحة، فاجئتني ومعمولة كويس، عشان كنت خلاص ابتديت اخد عليهم وعلى الكيمياء اللي بينهم، بالذات الولدين فيل وتيري اللي كان في بينهم كيمياء كويسة قوي. كمان عجبني فيل في تخيلاته عن الفضائيين والمريخ وجو المؤامرات، لان تخيلاته مش بعيد عن اللي يحصل، عشان المعروف لنا بشخصيه بيني وايز جاي اساسا من بعد تاني من الفضاء ووقع على الارض وزي نايم تحت مدينه ديري، وبيصحى كل 27 سنه عشان يتغذى على الاطفال. عشان كده يعتبر تخيلات فيل فيها شويه واقعيه. كمان في حاجه شفناها في المسلسل اكتر من مره باكتر من شكل، وهي السلحفه اللي بتمثل في عالم وستيفن كينج كيان بيرمز للخير والامل المضاد للشر الخاص حتى البنت ليلي قالت انها بتجلب الحظ وهي اللي عاشت من اللي حصل في قاعه السينما. وعامة اعتقد مش هتوسعوا في حوارات الكيان السلحفة، بس هو مجرد تلميحات غالبا. ونيجي لبداية الحلقة اللي بنشوف فيها طفل ماتي اللي عنده مشاكل عائلية وبيهرب على السينما، والفيلم اللي شغال وبيتفرج عليه اسمه ذا ميوزك مان او رجل الموسيقى، واللي قصته بتتكلم على ان واحد غريب بيروح مدينة ويقول للناس هناك انه هيعلم الاولاد الموسيقى عشان مصلحتهم ويشتغلوا، بس هو كان الهدف انه يضحك عليهم ويستغلهم عشان ياخد فلوسهم. وده نفس فكرة اللي يعمله فهو بياخد شكل المهرج واللي بيكون محبوب من الأطفال عشان يخطفهم ويخلص عليهم. بعدين بنشوف الراجل بتاع السينما بيطارد ماتي عشان الواد بيحضر أفلام من غير ما يدفع. بعدها بنشوفه بيطلع الطريق وبيهرب ويشاور في سكته لاقي عربية عشان تاخده، وفي عيلة بتقف له تقول له اركب هنوصلك، واللي شكلهم ناس كويسة طبيعية. بس ماتي بيكتشف على الطريقة الصعبة إن دول مش ناس عادية، دول من الكيان واللحظة اللي الست ولدت الكيان الغريب ده واللي هو مشهد كله غريب، ده زي إشارة أو تلميح لولادة الشر. وغالبا الكيان هنشوفه شوية حلوين في الشكل الغريب ده أكنه هو صغير، وواحدة واحدة مع الحلقات هنشوفه زي بيكبر ويتطور لحد ما يوصل لهيئة بنوايز. وده عشان تبقى عارفين مش هيحصل غير على آخر الموسم، فمحدش يستنى نشوف بسرعة. بس الحلو بجد إنه ممثل بيل سكارسجارد هو اللي هيأدي الشخصية بنفسه زي ما أداها في الأفلام، وكده هنحس بالترابط الحقيقي بين الأفلام والمسلسلات. وهو بجد كان لايق جدا على الشخصية، فما كنتش أحب أشوف حد غيره في الدور. كمان شفنا يافطة ويلكم تو ديري وعليها واحد مزارع، وده اللي اسمه بول بانيون اللي معمول له تمثال في المدينة وهي تتحكم فيه وهاجم ريتشي في الفيلم. بعدين شفنا الكائن الخفاش وهو بيخلص على ماتي في العربية. بعدها بفترة ماتي بقى يظهر لاصحابه، فليلي صاحبته واللي كان عنده مشاعر ليها وهي صدته في ليلة راس السنة، وسمعت صوته في البانيو وتيري شافها على اللمبة بتاعته في مشهد عجبني. بعدها الاولاد اتجرت انهم يشوفوا ده بيحصل ليه ويدوروا على اللي حصل مع ماتي وعرفوا مات او اختفى ازاي. ومن الاحداث دي فغالبا كده ماتي بقى عامل زي قصه جورجي من فيلم الجزء الاول لما الواد اتخطف في المجاري، بعدين بقى يظهر لاخوه واصحابه عشان يوقعهم لصالح الكيان وواضح ان ماتي هيبقى نفس الفكره، فهو جر اصحابه عشان يشوفهم في السينما في الاخر وهو راحوا فيها. وطبعا ده مش ماتي، ده الكيان اللي بيستخدم صورته زي ما كان بيعمل مع شخصيه جورجي في شابتر 1 و2. كمان شفنا مشهد لتيري بيقرا قصص الكوميك لفلاش وكلاي فيس، وزي ما قلت ده عشان مخرج المسلسل كان اخرج فيلم فلاش، وفي كلام ان هو اللي هيخرج فيلم باتمان اللي هيكون في عالم جيمس جان. والكوميك اللي فيه صورة كلاي فيس ده اشاره او تلميح لفيلم كلاي فيس اللي بيتم حاليا التحضير في تصويره. والمخرج اندي زي ما هو مخرج المسلسل هو اللي اخرج الافلام شابتر 1 و2، وعشان كده متفائل بالمسلسل.
لأنه فاهم القصة وكل حاجة عن عالم إت، وده واضح من أول حلقة. لكن يكون المخرج لفيلم باتمان مش عارف. ويمكن الطفل الخفاش ده باين إنه CGI، بس تعدي بالنسبة لأنه مسلسل مش ميزانية عالية. كفاية إنه مشكورين وجايبين نفس المخرج ونفس الممثل من الأفلام، يعني غالبا كل الميزانية رايحة عليهم. كمان في قصة جانبية كده في الأحداث، بس أعتقد مع الوقت هتكون مرتبطة بكل حاجة هتحصل. وهي قصة الطيار ليروي، واللي هو يبقى الجد الأكبر لمايك من فيلم إت. والليروي هنا بنعرف إنه رايح لديري عشان يجرب الطيارة الجديدة ب 52، لأن الأحداث في الستينات ما كانتش أحسن حاجة في الوقت ده بين أمريكا وروسيا، والكلام بينهم على النووي والإشعاعات. كمان بنعرف إن في تجارب بتحصل من الحكومة الأمريكية ومحيط القاعدة العسكرية في ديري، فممكن نكتشف بعدين إن ده حاجة ليها علاقة بإت أو النيزك اللي جابه على الأرض، فممكن لقوا حاجة خاصة بيه وبيعملوا تجارب عليها. كمان شفنا ناس مقنعة وهي بتهاجم ليروي وهو نايم، بعدين قعدوا يسألوه على الطيارة ب 52 ومواصفاتها، بس هو ما ادهمش أي معلومة. والغريب هنا إن الناس دي لهجتها عادي، يعني مش جواسيس روس مثلا. وفي حد بيلاحظ إنه واقف يتفرج، وللحظة حسيت إن ده زي اختبار ليه، وإن اللي واقف ساكت ده الجنرال شو اللي كان بيرحب بيه أول ما وصل وكده. لكن ممكن يكون كل ده حاجة تانية، فممكن يكونوا مجموعة ناس ملهاش دعوة بالجيش وفي هدف تاني ليهم، ممكن يرتبط بعدين بحوارات إت. يعني ممكن نكتشف إن دول مش أشرار أو جواسيس، بس شايفين الحكومة بتعمل تجارب غريبة، وإنهم ممكن يكونوا سبب في اختفاء الأطفال. وعايزين يعرفوا أكتر على اللي بيحصل جوه القاعدة والطيارة الجديدة، واللي بيعملوه هنا مع ليروي ده عشان يخوفوه. يعني ممكن مش فارق معاهم تفاصيل الطيارة، بس بيعملوا معاه كده عشان ياخدوا منه معلومات بعد كده عن التجارب. وعامة مين دول وعايزين ايه من ليروي مش واضح لسه، لكن هيبان قريب مع الحلقات. كمان المفاجأة بالنسبة لي الربط اللي بيحصل بين أحداث فيلم ذا شاينينج ومسلسل إت. يعني الراجل اللي قدامنا ده وما اتكلمش ولا كلمة طوال الحلقة اسمه ديك هالورين، وده زي عنده قدرات عقلية تخليه يشوف ويحس بالحاجة قبل ما تحصل. وغالبا هيبقى دوره مهم في إت زي ما كان دوره مهم في فيلم ذا شاينينج وحتى في فيلم دكتور سليب. فزي ما قلت عالم الرعب لستيفن كينج شكله كده هيدخل في بعضه، والبداية من مسلسل إت. وفي النهاية عايز أقول بداية مبشرة كحلقة أولى، لكن ما أعتقدش الحلقة الجاية هتكون بنفس القوة، لأن توقعي هتكون أهدى عشان هنشوف ليلي وفرونيكا هيتعاملوا إزاي مع اللي حصل لتيري وفيل وأخته. وبجد مش فاكر شفت بداية مسلسل بتموت شخصياته بسرعة كده أو حتى بالطريقة دي، عشان كده بشكل عام متحمس جدا للاتجاه العام للقصة، ومتوقع مع بداية ظهور بنوايز بشكله الكامل هيكون في دموية ورعب أكتر. وهكون معاكم في تحليل حلقات المسلسل كلها. وبس كده ده هتكون نهاية شرح وتحليلي لكل حاجة خاصة بمسلسل إت ويلكم تو ديري، المسلسل اللي بيعتبر بريكوال وقبل أحداث الأفلام. ويقال إن في جزء جديد بيتحضر هيكون قبل الأحداث دي كمان، عشان بنوايس أو إت بيصحى كل 27 سنة، وهنفضل نرجع نستكشف تاريخه والماضي بتاعه أكتر. وأتمنى الفيديو يعجبكم، واستنى أعرف رأيكم في التعليقات. وفي الآخر يا ريت اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشترك، وتفعلوا جرس التنبيهات، وفولو صفحات شيف أفلام على التيك توك والانستجرام علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.